مساء الخير أو صباح الخير أعزائي المشاهدين، على حسب ما بتشوفوني. أنا الصحفية مريم مختار. للناس الجديدة اللي لسه ما تعرفنيش، أهلا وسهلا بيكم، منورين الجروب ومنورين القناة. اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. لايك وشير وكومنت وسبسكرايب علشان نتابع قضية مقتل الحاجة أم تامر كساب، الله يرحمها ويسامحها ويصبر أسرتها، من أهل الإسماعيلية. اتقتلت من أكتر من أسبوع، وتم القبض على مشتبه فيه، وبعد التحقيق معاه الداخلية عرفت إن مش هو ده القاتل هنا كان مفاجأة. القاتل ابن أختها، شاب عنده 30 سنة، كانت دايما بتعطف عليه وكانت معتبراه ابنها، وكان متربي مع ابنها، بيشتغل سواق، متجوز وعنده 4 عيال. أي حاجة كان بيعوزها كانت بتديها له. قبل العيد طلب منها 10,000 جنيه وادتهم له، ومرة كان عايز حاجات قلعت غويشة وادتها له، يعني كانت ايديها ممدودة ليه بالخير دايما. الشاب اسمه أحمد إبراهيم عفيفي، متردد على خالته ومتربي مع أولادها، وكانت يعني في مثابة الأم ليه. يوم الجريمة هو معاه مفتاح للشقة، يعني متعود يبات عند خالته، يعوز حاجة يروح لخالته. يوم الجريمة جاب كوريك من الجراج تحت البيت وطلع، قعد وعزم النية على قتلها علشان يسرق ذهبها ويسرق تليفونها. ضربها بالكوريك أول ضربة على راسها، وقعت بين السرير والدولاب، والضربة التانية وهو بيضربها الكوريك كسر النجفة. الضرب التاني ضربة على راسها، وبعد كده النجفة نزلت كملت عليها للأسف. الله يرحمها ويسامحها ويصبر أسرتها. حادث مؤلم جدا، والغدر طبعا طعمه وحش. بعد ما قتلها سرق الذهب وسرق التليفون وقفل بالمفتاح ورجع الكوريك مكانه واختفى لحد ما الناس اكتشفت أولادها بيرنوا عليها، مفيش استجابة. جه ابنها كسر الباب ودخل يطمن على والدته، لقاها واقعة بين السرير والدولاب. اتصل بأصدقائه واختاروا الداخلية، وكله اتنقل لموقع الحادث، وتم نقلها للمستشفى علشان تقرير الطب الشرعي وإنهاء الإجراءات. وتم تشييع الجنازة وسط حزن من أهل الإسماعيلية طبعا وقلق مين اللي عمل كده. وبعد القبض على المشتبه فيه، وكنا قلنا إن هو اللي قتلها، واحد جيرانهم كانت بتحن عليه، لكن طلع مش هو، طلع أقرب الأقربون ليها للأسف اللي كانت بتحن عليه وكانت أمه. تم القبض عليه وجاري التحقيق معاه. ربنا يصبر أولادها ويكون في عونهم على الصدمة، صدمة وفاة والدتهم وصدمتهم في ابن خالتهم اللي والدته كانت بتساعده في جوازه وفي كل معيشته، وكانت دايما بتحن عليه. ربنا يتولاهم ويرحم والدتهم. كانت معاكم مريم مختار.